المدرب أحمد خلف، أيضا واحد من المدربين الخبرة في الدوري العراقي. كرة الآن لمصلحة نادي أمانة بغداد على جهة اليسار، كرة تعود، محاولة للوصول ولكن الكرة عادت لمصلحة لاعبي نوروز، ولكن أمانة بغداد يحاولون الضغط على فريق نوروز في ملعبه في هذه المباراة. وبالتأكيد يعني وضع نادي أمانة بغداد بالتأكيد هو أفضل من نادي نوروز. نادي أمانة بغداد لديه 9 نقاط، لديه 3 انتصارات في هذا الموسم، على عكس تماما نادي نوروز الذي كما قلت يعني لم يذق طعم الانتصار سوى مباراة واحدة كانت في الجولة الأولى بعد أن فاز على نادي الكهرباء. كرة عادت من هاني شاكر لمصلحة نوروز. مع بداية المباراة جماهير نوروز ولا هازيج ودق الطبول تحاول من خلال هذا اللقاء بالنسبة لنوروز الذي يبحث عن تعويض ويحاول أن يبدأ بانطلاقة مختلفة مع انطلاقة الدوري بعد توقف طويل. كرة من هناك مرت إلى خارج أرضية الملعب لمصلحة نادي أمانة بغداد. نوروز هذا الموسم فاز في مباراة واحدة كما قلت وخسر في 6 مواجهات، سجل فقط 7 أهداف وعليه طبعا 16 هدف، واحد من أضعف الفرق دفاعيا نوروز في هذا الموسم، استقبل 16 هدف في هذا الموسم لغاية الآن، وبرصيده طبعا 3 نقاط فقط. كرة للأمام بالرأس عادت من جديد، قطعت عادت لمصلحة نادي نوروز، لمسات للأمام يحاول آسو رستم، عاد الكرة بالخلف مرت خاطئة إلى خارج أرضية الميدان. رمية تماس آسو رستم الواضح في الصورة، اللاعب الذي سبق واللعب لأربيل واحترف في السالمية الكويتي ولعب للشرطة، وأيضا احترف في الدوري الإيراني مع استقلال خوزستان. كرة أمامية مرت من هناك لمصلحة نادي أمانة بغداد. حكم مباراة ليث فرحان في مباراة بالتأكيد مهمة لكلا الفريقين بالنسبة لنوروز، وبالتأكيد نتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة، ولكن ربما مع تصاعد الدقائق المباراة سنشاهد شيء أجمل، شيء أفضل. هذه الكرة الماضية بالسلامة إن شاء الله لجبار كريم. جبار كريم لاعب المميز في صفوف نادي أمانة بغداد، طبعا لديه هدف وحيد سجل على نادي الطلبة. كرة من هناك على جهة اليسار، محاولة المرور ولكن ممتازة بشكل رائع وجميل، عادت لمصلحة نادي أمانة بغداد. محاولة في مصلحة أمانة بغداد في من خلال هذه الدقائق يحاول أسود العاصمة الضغط على فريق نوروز لتسجيل الهدف الأول في المباراة. كرة عادت من جديد الآن لمصلحة أمانة بغداد. حسن شاهد هدف مبكر يأتي لمصلحة أسود العاصمة من خلال هذا اللقاء. كرة عادت بالخلف، محاولة لمصلحة أمانة بغداد، محاولة صناعة الفرصة من الخلف والتقدم فيها للأمام. لعب كرة أمامية هنا سريعة لمصلحة أسود العاصمة. من جديد حيدر سالم، ولكن فيها راية وتسلل على لاعبي أمانة بغداد. هنا الواضح في الصورة حيدر سالم اللي طبعا سبق واللعب للميناء ولعب أيضا لنفط البصرة. هذه الكرة الماضية واللي كان فيها طبعا في موقف تسلل بشكل واضح جدا لاعب عبد الله خلف. كرة عادت من جديد لمصلحة أمانة بغداد على جهة اليمين، محاولة الانطلاق من هناك، حاول يضايق عليه لاعبي نادي نوروز ولكن الكرة مرت إلى ركنية. أمانة بغداد أفضل خلال الدقائق السبعة الأولى أمام هذا الرجل ولي كريم الذي تحدث عن الأزمة المالية في المؤتمر الصحفي.
قال حصلنا على بعض الأموال وتمكنا من تعاقدات مع بعض اللاعبين، وفي محاولة لسد والنقوصات التي موجودة بفريق نوروز منذ بداية الموسم. نوروز في وضع بالتأكيد صعب، تحدث عن يعني الخسارة مع نفط ميسان 2-1، بعد ذلك خسر من أمام الشرطة 3-2، والخسارة مع زاخو ب4 أهداف مقابل لا شيء، بعد ذلك الخسارة في الجولة الخامسة مع دهوك ب2 مقابل لا شيء، وأيضا في الجولة السادسة خسر من أمام أربيل ب1 نظيف، والخسارة الأخيرة من أمام الزوراء. لكن هذه كرة خطيرة، هذه محاولة على أبناء السليمانية يبحثون من خلال هذه الكرة، كاد أن يسجلون الهدف الأول. لاحظ هذه الكرة الرائعة هنا، الدخول داخل منطقة الجزاء بشكل مهاري وجميل، محاولة اللعب كرة عرضية، ولكن الكرة في الأخير بإحضان حارس المرمى وسام علي. هذا المرور الرائع والجميل للاعب نادي نوروز هيران آزاد، كاد أن يخترق واخترق دفاعات أسود العاصمة، ولكن الكرة في الأخير وصلت بإحضان حارس المرمى. هي محاولة أولى نعم لمصلحة نوروز، كاد من خلالها أن يسجل الهدف الأول ويفرح هذه الجماهير التي عودتنا أن نشاهد مدرجات نوروز دائما ما تمتلئ بالجماهير، جماهير محبة، جماهير يعني تخيل في بعض المباريات يعني التذاكر يعني نشاهد يعني خلاص للتذاكر قبل المباراة بيوم، وهذا بالتأكيد شيء يدل على شغف وحماس ومحبة جماهير زاخو هذه الكرة، ولكن قطعت عادت لمصلحة أمانة بغداد. كرة لعبت أمامية من هنا يحاول فيها، ولكن يا سلام الله على تغطية دفاعية ممتازة، ومعها طبعا تصفيق من جماهير نوروز الحاضرة في مدرجات ملعب نوروز. هذا الملعب الذي يتسع ل 14500 متفرج، الذي افتتح الموسم الماضي في مباراتهم ضد النجف. هذه كرة لمصلحة أمانة بغداد، هنا تسديد الله على هذه الكرة المخادعة، على هذه الكرة الجميلة من جبار كريم، كاد أن يسجل الهدف الثاني في هذا الموسم، ولكن كرة تمرت من هناك بأمان وسلام على مرمى أصحاب الدار نوروز. هذه الكرة الله على تسديدة، ولكنها مرت في الأخير إلى خارج أرضية الملعب. كانت جميلة في محاولة هي الأولى لمصلحة أمانة بغداد، بعدما شاهدنا محاولة كانت لمصلحة نادي نوروز. قد نشاهد هدف يأتي مثل هكذا دقائق، مثل هكذا توقيت بالنسبة لأمانة بغداد في وضع صعب بالتأكيد. جماهير نوروز الجماهير الصعبة، ونادي نوروز صعب في ملعبه. هذه الكرة محاولة ولكن بالرأس مرت من هناك إلى خارج أرضية الملعب إلى ركنية لمصلحة أمانة بغداد. ما نشاهد أمانة بغداد عند القدرة على صناعة الفرصة من الخلف، ويستطيع الوصول إلى مرمى نوروز لغاية الآن. هذه ركنية لمصلحة أمانة بغداد. قد نشاهد شيء بالنسبة لي باختيار قاسيموف هذا الأوزبكي على تنفيذ الركلة الركنية، لعبة عالية ولكن الإبعاد يأتي من حارس مرمى نادي نوروز هاني شاكر. عادت هنا تسديد الله 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 يا زيدان عبد الجبار، الله على هذه التسديدة الرائعة. شوف هنا الاستلام، كاد أن يفاجئ حارس المرمى، ولكن التصدي بمهارة. تصدى وسام علي أو هاني شاكر تصدى في الكرة الماضية لهذه الكرة، كانت خطيرة، كادت أن تباغت مرمى نادي نوروز. هذه الكرة العالية أمامية ولكن بالرأس أبعدت، مرت من هناك إلى خارج أرضية الملعب. الله أمانة بغداد كما قلت أفضل أحسن أكثر خطورة في أول 12 دقيقة يا أحمد خلف. أمانة بغداد لغاية الآن في المباراة الأولى تحت قيادة هذا الرجل أحمد خلف، بالتأكيد مسيرة كبيرة لهذا الرجل. بالنسبة لأحمد خلف
الذي سبق وان درب الكرمة والطلبة ومع النجف ومع نفط ميسان والجوية والديوانية، وبالتأكيد له خبرة كبيرة من خلال الدوري العراقي. لكن أمانة بغداد يعني قريب، وممكن أن نشاهد هدف يعني مبكر يأتي مع بداية المباراة. كرة عادت من جديد، تمريرات عادت من هناك على جهة اليمين، تغيير اتجاه اللعب أمانة بغداد. وفي مباراة كنا نتوقع أن نشاهد نادي نوروز بشكل مختلف، ولكن لسه بعد، لا لازلنا في بداية اللقاء، كل شيء وارد. النادي نوروز الذي يحاول يعني أن يبدأ بداية مختلفة مع انطلاقة الدوري من جديد. كرة بالراس بين هذا وذاك غير مستقرة، عادت لمصلحة نوروز. هذه الكرة وبعدت، عادت من جديد، والكرة في الأخير مرت إلى رمية تماس. كرة لمصلحة نوروز من هناك. نوروز وفي رصيده 3 نقاط فقط، وهذه الجولة الثامنة دوري نجوم العراق في موسم 2025-2026 بعد توقف طويل بسبب طبعا مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس العرب، وأيضا مشاركة المنتخب الأولمبي أيضا شارك في بطولة كأس الخليج التي أقيمت في الدوحة. كرة من جديد عادت لمصلحة نوروز، حاولت صناعة فرصة من الخلف وأن يتقدم فيها للأمام. من هناك يحاول فيها تمريرات، حاولت الوصول ويختار مرمى أسود العاصمة أمانة بغداد. حدث فاز في 3 مباريات وخسر في 4 بالنسبة لأمانة بغداد. هذه كرة عرضية، محاولة خطيرة بالراس سورستم، ولكن الكرة في الأخير عند حارس المرمى. هو البرازيلي كلاوديو أوليفيرا. كاد أن في الكرة الماضية أن يهز شباك أسود العاصمة، ولكن كرة مرت بأمان، عادت لمصلحة نوروز من هناك على جهة اليسار. نوروز الآن نشاهد فرص متتالية، كأننا نشعر أن هناك هدف قادم، وكأننا يعني نرى أن هناك هدف يطبخ على نار هادئة بالنسبة لنوروز أو بالنسبة لأمانة بغداد. وبالتأكيد نحن من المنتظرين لمشاهدة مباريات دورينا بعد هذا التوقف. دورينا الجميل، مباريات دورينا خصوصا التي تكون في المحافظات الشمالية نشاهد فيها مباريات جميلة، خصوصا مع جماهير نوروز وأيضا بقية جماهير أنديتنا في دورينا. كرة لمصلحة نوروز، هذه كرة عالية للأمام بالراس داخل منطقة الجزاء، ولكن الإبعاد يأتي من دفاعات أمانة بغداد. الكرة في الأخير وصلت عند حارس المرمى علي شاكر. كرة من جديد محمد دلاور، من هناك كان ميرسيتش الصربي. كرة من جديد، محاولة صناعة فرصة جديدة، محاولة إيجاد الفراغات، محاولة الوصول لمرمى أمانة بغداد. نوروز كرة عن طريق الصربي ميرسيتش، هذا الصربي محترف بصفوف نادي نوروز. ميرسيتش لاعب القادم من نادي نوفي بازار الصربي. من هناك يغير اتجاه لمصلحة نوروز، قد نشاهد شيء جديد. الله على هذا التحضير، كرة لا زالت هنا محاولة وخطيرة لمصلحة محمد رضا، ولكن الإبعاد يأتي من دفاعات أمانة بغداد. جبار كريم بالضغط، ولكن هنا صافرة ومخالفة وخطأ لمصلحة نوروز، خطأ على جبار كريم لاعب ومهاجم نادي أمانة بغداد اللي سبق واللعب لدهوك ولكربلاء أيضا في الكرة الماضية. هذه الكرة وهذا الارتقاء على لاعب نادي نوروز علي صالح في الكرة الماضية. علي صالح اللي طبعا سبق وان لعب في كربلاء بالنسبة للاعب نادي نوروز.
كرة من جديد من مرتضى هديب إلى ميرسيتش، من هناك على جهة اليسار عادت في المنتصف مرتضى هديب، والمسيرة الطويلة في الدوري مع الكهرباء ونفط ميسان والنجف. من هناك آسو، يا سلام على هذه الكرة الرائعة والجميلة، هذه كرة لمصلحة نادي نوروز. محمد دلاور ولكن الكرة في الأخير مرت إلى خارج أرضية الملعب. محمد دلاور كان له طبعا تجربة مع نادي أربيل من الواضح في الصورة محمد دلاور، ولكن نتحدث عن نادي أمانة بغداد كما قلت فاز في 3 مباريات. بالنسبة لنادي أمانة بغداد فاز طبعا على القاسم بهدف نظيف، وفاز على نفط ميسان ب4 أهداف لهدف، وفاز في المباراة الأخيرة على نادي الطلب. بغداد يعني لديه نشوة فوز على واحد من الفرق الكبيرة والتاريخية، تحدث عن نادي الطلبة. أمانة بغداد فاز على الطلبة في الجولة الأخيرة بهدفين لهدف، وخسر في 4 مباريات، خسر في 4، خسر من أمام ديالى بهدفين لهدف، ومع الموصل أيضا ب3 أهداف مقابل لا شيء، وأيضا خسر من أمام النفط بثلاثية نظيفة، وأيضا خسر من أمام النجف بهدف نظيف. هذه الكرة أمامية ولكنها وصلت عند هاني الشاكر. بالتأكيد أمانة بغداد لديهم 8 أهداف، ولكن أيضا مستقبلين 11 هدف. من الناحية الدفاعية نادي أمانة بغداد أيضا يعاني، سجلوا 8 أهداف وعليهم 11، وبرصيدهم طبعا 9 نقاط، ولكن بالتأكيد يعني كوضع أفضل من طبعا وضع نادي نوروز، الفريق الذي يعاني في هذا الموسم. تماس لمصلحة نادي أمانة بغداد. محمود أحمد ترك للمين ساماتا، هذا المحترف من جامبيا. كرة من جديد عادت من هناك لمصلحة نوروز على جهة اليسار، محاولة الوصول ولكن الكرة مرت وغادرت جانبية لمصلحة أمانة بغداد، والتعادل السلبي لا زال قائم وحاضر. هنا محمود أحمد لاعب نادي أمانة بغداد، وهذه الكرة الماضية اللي كانت بينه وبين آسو رستم. محمود أحمد اللاعب الذي سبق واللعب في الصناعات الكهربائية وأيضا مع نادي النفط، ولعب للحدود وللطلب وحتى مع نادي نفط البصرة، ولكن هذه الكرة من الأمام لمصلحة نوروز، ولكن الدفاع أقرب. الكرة أبعدت من عباس ياسين، لا زالت الكرة من هناك فيها صافرة ومخالفة لمصلحة نادي نوروز على زيدان عبد الجبار في الكرة الماضية اللي كانت جميلة ورائعة بتسديدة خرافية. هذه الكرة الماضية لزيدان عبد الجبار، زيدان اللي طبعا سبق واللعب لأربيل ولكربلاء وأيضا مع الشرطة ومع النجف. بالنسبة لزيدان واحد من الأسماء المميزة، واللي طبعا سبق وان يعني تم استدعاءه للمنتخب الأولمبي العراقي بالنسبة لزيدان، ولكن هنا مخالفة لمصلحة نوروز عالية داخل منطقة الجزاء، ولكن الإبعاد. الكرة عادت من جديد لمصلحة نوروز، هنا تسديد ولكن مرت كرة كانت رائعة وجميلة لمحمد رضا، محمد رضا بتسديدة يسارية، ولكن مرت بأمان وسلام على مرمى أمانة بغداد. هذه الكرة باليسار ولكن كرة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. محمد رضا واحد من الأسماء المميزة بصفوف نوروز، اللي طبعا سبق وأن احترف طبعا في الدوري الإيراني مع صنعة نفط عبادان بالنسبة لمحمد رضا. ولكن هنا هذا الرجل الواضح في الصورة، ولي كريم صاحب 54 سنة، اللي طبعا سبق وان درب سيروان عام 2005
وأيضا درب فرق أخرى، تحدث عن الكرخ وكركوك، وأيضا يعني درب الاتصالات والبيشمركة، هذا الواضح في الصورة، ولكريم أيضا طبعا درب الكهرباء والنجف أيضا. هنا صافرة ومخالفة، كرة لمصلحة نوروز. هذه الكرة الماضية فيها مخالفة على حيدر سالم. كرة من هناك في المنتصف لمصلحة أمانة بغداد، كرة قطعت، محاولة الارتداد، محاولة في هجوم معاكس لمصلحة أمانة بغداد، كرة أمامية ولكن الكرة عند هاني شاكر. كرة عند هاني شاكر. هاني أيضا تجربة مع النجف ومع النفط وأيضا مع نفط الوسط. كرة من هناك في جهة اليسار، عادت مرتضى هديب يحاول أن يوزع الكرات بشكل جميل ورايح. هذه كرة محاولة ولكن الإبعاد يأتي من دفاعات أمانة بغداد. عادت من جديد الكرة على جهة اليسار لمصلحة نوروز عند محمد رضا أو محمد دلاور في الكرة الماضية. محمد دلاور، الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، عادت من الصربي. ميرسيتش من هناك في جهة اليسار لمصلحة نادي نوروز. جماهير تتفاعل في ملعب اللقاء. ميرسيتش في وسط الميدان، مرتضى هديب يحاول أن يتحرك من هناك على جهة اليسار لمصلحة أبناء السليمانية في هذا اللقاء، والبحث مستمر عن تحقيق الانتصار ومحاولة العودة كما كان نوروز وكما كان نوروز في هذا الملعب. نادي نوروز الفريق المخيف في ملعبه حقيقة، دائما ما يقدم مباريات جميلة في ملعب. يعني هو في هذا الملعب، في ملعب نوروز، الملعب الذي يعني افتتح مع لقاء النجف الموسم الماضي، في تلك المباراة التي انتهت بالفوز على نادي النجف بهدفين لهدف. حينها طبعا أشعل جمهور نوروز فتيل المباراة وفتيل الدوري، وكان وأصبح طبعا هذا الملعب واحد من الملاعب الجميلة في دورينا. جانبية من هناك، كرة أمامية داخل منطقة الجزاء، هذه الكرة ولكن أبعدت. عادت من جديد بالراس، عادت هنا تسديدة محاولة ولكن الإبعاد يأتي من دفاعات أمانة بغداد. نوروز يضغط بهذه اللحظات، الله على التحضير، هذه كرة محاولة وخطيرة لا زالت، ولكن هنا صافرة ومخالفة تأتي لمصلحة أمانة بغداد. في هذه الكرة كانت خطيرة جدا لمصلحة هيران آزاد في محاولة ثانية له في هذا اللقاء. في الكرة الماضية مخالفة لمصلحة أمانة بغداد عند وسام علي. أمانة بغداد لا زال مع نوروز في نتيجة التعادل السلبي، لا زالت قائمة وحاضرة في هذا اللقاء لغاية الآن. كرة أمامية بالراس من هناك، عادت في وسط الميدان، كرات بين هذا وذا غير مستقرة، عادت من جديد من عباس ياسين، عادت لمصلحة أمانة بغداد. من هناك عادت من مرتضى هديب على جهة اليسار. مرتضى هديب يقوم بأداء مميز في وسط الملعب. الكرة مرت من هناك إلى خارج أرضية الملعب، وبعدت الكرة الماضية من عبد الله خلف صاحب 23 سنة. كرة من جديد لمصلحة نوروز، لمسات مقطوعة، عادت لمصلحة أمانة بغداد. من هناك يحاول فيها عادة دلاور، محمد دلاور لمسة للأمام يحاول فيها محاولة المرور، واجه صعوبة ومضايقة من دفاعات أمانة بغداد. من هناك على جهة اليسار بشكل ممتاز، تغطية رائعة، محاولة الانطلاقة جديدة وارتداد سريع، ولكن في الأخير الإبعاد يأتي من مدافع نوروز. في الكرة الماضية مرت إلى خارج أرضية الملعب.
هذه الكرة الماضية اللي كانت لمصلحة لاعب نادي أمانة بغداد. لاعب أمانة بغداد في الكرة الماضية هنريك بيرناردو المحترف من انغولا. المحترف الانغولي. طبعا على فكرة انغولا اليوم ستواجه جنوب افريقيا في بطولة افريقيا. هذه الكرة الماضية انغولا في مجموعة صعبة مع مصر وزيمبابوي وجنوب افريقيا. هذه كرة لمصلحة أمانة بغداد، كرة أمامية، هذه خطيرة ولكن في الأخير وصلت عند حارس المرمى. أمانة بغداد يبحث من خلال هكذا توقيت، من خلال هذا اللقاء لغاية الآن نشاهد فرص خطيرة لمصلحة أمانة بغداد. قد نشاهد هدف يأتي لمصلحة أسود العاصمة من خلال الدقائق، خلال هكذا توقيت بالنسبة لأمانة بغداد. لغاية الآن نشاهد أمانة بغداد خطير عندما يهاجم، قادر أن يصل إلى مرمى نوروز. يا ولي كريم، ولي كريم في محاولة في عودة نادي نوروز، وبالتأكيد محاولة تعديل مسار الفريق بعد النتائج السلبية، بعد نتائج سلبية بالتأكيد لمصلحة في فريق نوروز. تحدث عن نادي نوروز يعني قادم من 7 هزائم متتالية، 7 هزائم متتالية في الدوري والكاس، حتى في بطولة الكاس. طبعا تحدث عن خسارة من أمام نادي البحري في بطولة كأس العراق، اللي غادر وخسر من أمام نادي البحري بركلات الترجيح. 7 هزائم متتالية، خسر من أمام نفط ميسان والشرطة وزاخو ودهوك وأربيل والبحري، وخسر من أمام الزوراء. بالتأكيد وضع صعب جدا لنوروز في هذا الموسم، ولكن ننتظر، نشاهد، نتابع ماذا سنشاهد في هذا اللقاء. من الذي ومن سيسجل الهدف الأول، من سيفتتح أهداف اللقاء. كرة لمصلحة أمانة بغداد، الكرة أبعدت، عادت من جديد لمصلحة نوروز. لمسة عند آسو رستم، يحاول المرور، يحاول العبور من أمام دفاعات أمانة بغداد. هذا آسو لعب كرة أمامية ولكن الصافرة صافرة ومخالفة وخطأ يأتي، والبطاقة الصفراء هي الأولى في هذا اللقاء، تأتي على لاعب نادي أمانة بغداد. حيدر سالم يتلقى بطاقة صفراء، البطاقة الصفراء هي الأولى من خلال هذا اللقاء بعد نصف ساعة مرت. يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي، وهذا النقل الحصري لمباريات دورينا. هذا آسو رستم كاد أن مر من الأول مع الثاني، ارتكب مخالفة. عبد الله خلف في الكرة الماضية والحصول على البطاقة الصفراء، أو حيدر سالم هو من تلقى وحصل على البطاقة الصفراء. حيدر سالم، مخالفة لمصلحة نوروز عند محمد رضا، حارس مرمى أمانة بغداد. وسام علي يوجه محمد رضا على التنفيذ والخبرة والتجربة مع الطلبة والزوراء ونفط الوسط والجوية. كرة الآن لمصلحة نوروز. حسن نشاهد هدف يأتي لمصلحة نوروز في الشوط الأول، نشاهد ونتابع هذه الكرة الماضية، وهل فيها شيء في الكرة الماضية؟ من هناك هل فيها بطاقة صفراء؟ هل فيها حالة ضرب في الكرة الماضية؟ ويبقى القرار عند حكم المباراة، يبقى القرار لدى حكم المباراة. مباراة السابقة في دورينا هذا اليوم، طبعا الكرخ فاز على الغراف، وأيضا مباراة موصل مع نفط ميسان التي انتهت بالتعادل. هنا مخالفة لمصلحة نادي نوروز والبحث من خلال الشوط الأول أمام جماهير نوروز الحاضرة
وهي تهتف باسم نوروز وهي تنتظر شيء جديد، ولكن هناك حوار ونقاش بين حكم المباراة والمتواجدين في غرفة الفار فايد كريم ومحمد الرياض. هل هناك بطاقة حمراء على الحالة الماضية؟ والقرار يبقى لدى حكم المباراة بالنقاش والحوار مع المتواجدون في غرفة الفار في الكرة الماضية. هنا آسو رستم، هل ارتكب مخالفة في الكرة الماضية قبل هذه المخالفة اللي كانت من حيدر سالم؟ هل هناك بطاقة حمراء؟ ويبقى القرار لدى حكم المباراة مع المتواجدون في غرفة الفار. وبالتأكيد الآن حكم المباراة ليث فرحان يذهب بنفسه ليتأكد ليرى الحالة ليعطينا القرار النهائي عن هذه الحالة، هل فيها بطاقة حمراء؟ نشاهد ونتابع في النصف الساعة، في أول نصف ساعة نشاهد حالة جدلية، هل هناك بطاقة حمراء؟ ماذا شاهدوا المتواجدون في غرفة الفار؟ هذه الكرة الماضية، هل هناك حالة ضرب على لاعب نادي أمانة بغداد واللاعب عباس ياسين، بين آسو رستم وعباس ياسين؟ هل ستلغى هذه المخالفة لمصلحة نوروز وتتحول إلى بطاقة حمراء؟ نشاهد ونتابع، والقرار يبقى لدى حكم المباراة ليث فرحان. آسو رستم، والتجربة مع طبعا مشاركة مع منتخبنا الوطني كانت في بطولة الخليج 25، والتتويج كان لمنتخبنا الوطني في تلك البطولة، ولكن ننتظر القرار الأخير والنهائي من حكم المباراة. هل ستلغى مخالفة نادي نوروز وتتحول لمصلحة أمانة بغداد؟ والحوار، حاولت مشاهدة الحالة أكثر من مرة، هل هناك مخالفة أخرى كانت لمصلحة أمانة بغداد؟ هذه الكرة هل هناك حالة ضرب في هذه الحالة على اللاعب نادي أمانة بغداد؟ شوف هذه الكرة الماضية وهذه الحالة، وننتظر بالتأكيد القرار في الأخير عند حكم المباراة ليث فرحان. المباراة متوقفة منذ 6 دقائق على حالة تحكيمية، وبالتأكيد لدينا طبعا برنامج أنت الحكم يعرض على قناة العراقية الرياضية لمشاهدة ومتابعة كل الحالات التحكيمية في دورينا. هل هذه الحالة كانت فيها مخالفة، فيها حالة ضرب؟ نشاهد آسو رستم مهاجم نادي نوروز اللي طبعا كان له تجربة في الدوري الإيراني مع استقلال خوزستان الإيراني، وأيضا مع أربيل، وأيضا السالمية، وأيضا مع نادي الشرطة. ولا زالت المباراة متوقفة، والتعادل السلبي لا زال قائم وحاضر لغاية الآن على هذا اللقاء. طبعا نذكر في مباريات الجولة الثامنة ديالى مع أربيل بنفس هذا التوقيت، وأيضا إن شاء الله يوم غد الكهرباء مع نادي القاسم
ونادي دهوك مع نادي النجف، وأيضا النفط مع القوة الجوية. وأيضا لدينا يوم الجمعة إن شاء الله الطلبة مع الشرطة، يوم السبت القرمة مع زاخو، وأيضا يوم الأحد إن شاء الله الزوراء مع الميناء. هكذا هي مباريات الجولة الثامنة في دورينا. انتهت طبعا مباراتين، مباراة الكرخ مع الغراف والموصل مع نفط ميسان، وهذه طبعا تستكمل مباريات الجولة الثامنة. ولكن هنا القرار يأتي لحكم المباراة والبطاقة الصفراء، والمخالفة نعم احتسبت مخالفة لمصلحة أمانة بغداد، والنقاش والاعتراض من لاعبي نادي نوروز. حكم مباراة ليث فرحان في حالة كانت صعبة، والبطاقة الصفراء نعم تأتي على آسو رستم. آسو رستم يتلقى بطاقة صفراء، وأيضا على لاعب نادي نوروز الآخر لاعب إبراهيم محمد أيضا يحصل على البطاقة الصفراء. هذه الكرة الماضية اللي كانت بين آسو رستم، وبالتأكيد تبقى كل القرارات وكل الحالات في برنامج أنت الحكم، ونتركها أيضا للمختصين. هذه الكرة الماضية حكم المباراة التي شاهدها فيها مخالفة لمصلحة أمانة بغداد. إذن بطاقة صفراء على إبراهيم محمد وصفراء على آسو رستم. كرة أمامية مرت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لمصلحة أمانة بغداد أو لمصلحة نادي نوروز. من هناك توقف طويل، وقد نشاهد وقت بدل ضائع. كرة من هناك مرت دقائق المباراة، وصلنا عند الدقيقة 40. كرة لمصلحة نوروز على جهة اليمين، من هناك في وسط الملعب بالراس، يحاول فيها، حاولت قطع الكرة نوروز، يحاول بهذه الدقائق محاولة المرور. يا سلام، مر بشكل جميل ورائع من هناك على جهة اليسار، محاولة الوصول، مر ولا زال يحاول أن يخترق دفاعات أمانة بغداد. من هناك لعب كرة عالية أمامية بالرأس، يحاول فيها، لا زالت خطيرة، ولكن الكرة مرت عادت لمصلحة أمانة بغداد. أمانة بغداد ونوروز في مباراة على أن نشاهد فيها سرعة. هسه نشاهد هدف يأتي في هذا الشوط. هنا صافرة ومخالفة لمصلحة نادي أمانة بغداد، لمصلحة عباس ياسين. عباس ياسين اليوم يواجه فريق السابق، لأنه هو سبق واللعب لنوروز، وأيضا لعب لنادي أربيل. أجواء باردة في محافظة السليمانية. كرة أمامية لعبت عالية بالراس وابعدت، عادت من جديد لمصلحة أمانة بغداد. كرة لا زالت لم تغادر، عادت في وسط الميدان، محاولة المرور لجبار كريم، حاول أن يمر، عادت هنا سريعة، ارتداد لمصلحة نوروز. لعب كرة أمامية للأمام، ولكن الكرة في الأخير وصلت عند وسام علي. وسام علي صاحب 20 سنة، وهذه طبعا الحالة الماضية. كرة أمامية عادت في وسط الملعب، من هناك يحاول المرور لمصلحة أمانة بغداد، لمسة للأمام، يحاول المرور في هذه الكرة، ولكن الكرة عادت سريعة، فيها انطلاقة لمصلحة نوروز. نوروز ممكن أن يسجل من خلال هكذا الكرات المرتدة السريعة، قد تكون حل لتسجيل الهدف الأول. هذه كرة محاولة، فرصة، الله، ضاعت البرازيلي، ضاعت يا كلاوديو أوليفيرا،
كاد أن يسجل في الكرة الماضية، ولكن كرة مرت في الشباك الخارجية لا خارج أرضية الملعب. هذه الكرة الله الله على هذه الكرة البينية الرائعة من هيران آزاد، ولكن البرازيلي كلاوديو أوليفيرا، والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. هذا كلاوديو والكرة أرضية إلى خارج أرضية الملعب. كلاوديو أوليفيرا صاحب 31 سنة، اللي طبعا قادم من نادي ديبا الحصن الإماراتي. طبعا لديه أسيست ضد نادي الكهرباء في الجولة الأولى. كرة من هناك لمصلحة أمانة بغداد على الجهة اليمين، محاولة المرور مرت إلى خارج أرضية الملعب. أمانة بغداد مع نهاية الشوط الأول هل سيفاجئ نوروز بهدف قبل الذهاب إلى غرف الملابس؟ بالتأكيد أيضا سنشاهد ربما وقت بدل ضائع طويل، ربما يعني من 4 إلى 5 دقائق، قياسا بتوقف المباراة على الحالة الماضية. كرة على جهة اليسار لمصلحة أمانة بغداد في وسط الملعب من زيدان. كرة من هناك يحاول فيها لعب كرة عالية من باختيار قاسيموف الأوزبكي، مرت إلى خارج أرضية الملعب. هذا عباس ياسين اليوم يواجه فريق السابق نوروز. كرة من جديد عادت لمصلحة نوروز بهذه الدقائق. ميرسيتش من هناك يحاول فيها مع تقي فلاح. كرة عادت لمصلحة إبراهيم محمد، عاد للخلف لكي يستلم الكرات. ميرسيتش من هناك عادت لدفاعات نوروز، كرات متناقلة. حاول نوروز من خلال هذه الكرات العالية للأمام على رأس آسر وستم مع كلاوديو أوليفيرا. كرة لمصلحة نوروز لأبناء السليمانية بهذه الدقائق. الجهة اليسرى لنوروز نشطة وخطيرة، أكثر من كرة كانت على جهة اليسار لمصلحة نادي نوروز متواجد فيها كلاوديو أوليفيرا وهيران آزاد. كرة لا لمصلحة تقي فلاح، رمية تماس لمصلحة نوروز. 3 نقاط فقط برصيد نوروز، وهذه كرة محاولة الأمامية خطيرة لمصلحة نوروز داخل منطقة الجزاء. كرة عادت من جديد، هذه خطيرة لدلاور بكرة عرضية داخل منطقة الجزاء من هناك، ولكن مرت على الجميع إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. حكم المباراة أضاف 4 دقائق كوقت بدل ضائع كما كنا نتوقع. رمية تماس لمصلحة نادي أمانة بغداد. كرة أمامية وصلت عند حارس المرمى. طبعا نتحدث عن نادي أمانة بغداد والفوز على الطلبة في الجولة الأخيرة، بينما نوروز قادم من خسارة من أمام الزوراء، ويحاول نوروز التعويض من خلال هذا اللقاء. ولكن نتحدث عن بطولة كأس العراق، يعني كلا الفريقين غادروا بطولة كأس العراق. يعني أمانة بغداد ودع بطولة الكأس من بعد الخسارة من أمام كربلاء، وأيضا نوروز أيضا ودع البطولة بعد الخسارة من أمام البحر. ولكن نوروز يعني خسر بفارق ركلات الترجيح، ولكن أمانة بغداد خسر بهدفين مقابل لا شيء من أمام كربلاء في الدور الثاني من بطولة كأس العراق. ومنتظرين مستقبل بطولة كأس العراق في الأيام القادمة إن شاء الله. جماهير نوروز حاضرة تشجع تؤازر بشغف وحماس كبير، وهي تنتظر من فريقها أن يعود
بالانتصار وأن يعود من جديد للمنافسة وأن يتفادى الهبوط من خلال هذا الموسم. كرة لمصلحة وسام علي للأمام، بالراس وبعدت، مرت من هناك إلى رمية تماس لمصلحة أمانة بغداد عند محمود أحمد الذي سبق واللعب للصناعات الكهربائية وأيضا لعب للنفط وللحدود والطلبة ونفط البصرة. كرة من جديد عالية أمامية لمصلحة أمانة بغداد بالراس ولكنه بعدت. كرة من جديد عادت لمحمد رضا، يحاول بارتداد سريع، لعب كرة أمامية سريعة من هناك يحاول فيها مع كلاوديو أوليفيرا ولكن برافو، تغطية دفاعية ممتازة من دفاعات أمانة بغداد. عادت لمصلحة نوروز بالراس لكن الكرة عادت باستقبال ممتاز وتحضير والكرة بعدت. يحاول أمانة بغداد مع نهاية هذا الشوط وكذلك الحال بالنسبة لنوروز. كلا الفريقين يريدون الخروج بهذا الشوط بهدف سيكون ممتاز جدا لو تحقق ذلك بالنسبة لنوروز وحتى بالنسبة لكتيبة المدرب أحمد خلف الذي يقود المباراة الأولى مع نادي الأمانة. من هناك على جهة اليمين لمصلحة أمانة بغداد محاولة الانطلاقة وارتداد سريع. الله على هذه الكرة خطيرة ولكن الله على هذه التغطية الممتازة والكرة مرت من هناك إلى خارج أرضية الملعب بشكل ممتاز. علي صالح يبعد الخطر عن مرمى نوروز إلى خارج أرضية الملعب أمام هذا الخطير، أمام هذا السريع هنريك برناردو المحترف الانجولي، والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. انجولا وفي مواجهة صعبة اليوم في بطولة أفريقيا مع جنوب أفريقيا. كرة عالية أمامية للأمام يحاول فيها ولكن مرت على الجميع. وهنا تأتي صافرة ونهاية الشوط الأول من حكم المباراة ليث فرحان بالتعادل السلبي 0-0. أيها الأحبة نلتقي إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني، استراحة قصيرة ثم لنا عودة. للوسط الى محمد سادات، ضغط على محمد سادات، ممكن الان الكرخ يفعلها، ممكن مامادو، خطيره خطيره خطيره، وهدف اول، هدف اول لصالح نادي الكرخ، هدف اول لصالح نادي الكرخ. الله 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 الله، اللاعب اللي سجل ايضا في مرمى هوك ونادي القاسم ياتي ويسجل اليوم من خلال هذه المباراة أول أهداف اللقاء. إذن الكرخ الكناري في ملعبه في هذا اللقاء، الله بذكاء وبطريقة جميلة يضعها في المقص الأيسر لمرمى فريق النفط. لاحظ العمل الكبير من اللاعب مامادو نياس اللاعب الموريتاني، وبعد ذلك هيئها ويسجل فريق نادي الكرخ أول أهدافه في هذا اللقاء. أحمد خالد هل يعدل أو محمد شاكر؟ أحمد خالد يتقدم ويسجل هدف التعادل، هدف تعادل لفريق النفط. أحمد خالد يسجل هدف التعادل لفريق النفط من ركلة جزاء، هو من صنع ركلة الجزاء أحمد خالد، وهو من سدد ركلة الجزاء أحمد خالد ليسجل على يمين حارس المرمى محمد شاكر ليعدل النتيجة لفريق النفط في مرمى الكرخ. 1-1. إذا الكرخ يتقدم أولا والنفط يعادل في نهاية الشوط الأول. هل يقلب الطاولة فريق النفط على الكرخ قبل نهاية الشوط الأول داخل منطقة الجزاء؟ ممكن الآن محمد عدنان، المحاولة تستمر، ستار ياسين يحاول أن يمر ستار، ومحمد سادات يسجل هدف ثاني. الله 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 الله
الله على هدف جميل. بعد العودة إلى الفار والقرار في الأخير يأتي باحتساب هدف لفريق النفط. لاحظ الإعادة، لاحظ هذه التمريرة، الله على المرور لستار ياسين اللي هيئها لمحمد سادات. نفط عائدة إلى المدافع ياكوبو، وهدف تعادل. الله 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 على محمد خالد، الله على اللاعب المميز، الله على محمد خالد. كرة ولا أروع عن طريق اللاعب محمد خالد يدرك التعادل لفريق الكرخ. الويا كوفي، لاحظ الإعادة، غير متسلل، غير متسلل محمد كوفي، لكن مر بهذه الطريقة وقوي. الله هوب بالمباشر في المرمى ليسجل هدف التعادل لفريق الكرخ. الله على كرة جميلة من محمد خالد كوفي يسجل من خلال هدف التعادل لفريق نادي الكرخ لتصبح النتيجة 2-2 الآن. 2-2 الآن ما بين فريقي النفط والكرخ. من الحارس كميل سعد، خروج لمحمد حميد، ماذا تفعل محمد حميد؟ يا الله، جول 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 جول، هدف أول لنادي أربيل، خطأ لا يغتفر من محمد حميد، خروج غزبكي شيرزاد تيميروف، شوط كميل سعد هو الذي صنع الهدف، الأسيست لكميل، وتيميروف يضع كرة الهدف الأول. شوهد كميل، نعم لم يكن متسللا تيميروف، لكن خروج محمد حميد فيه أكثر من علامة استفهام، ويجب على الحارس عندما يخرج يجب أن يحسم الأمور. ماذا تفعل يا محمد حميد؟ والهوليري يتقدم على القرماوي. شاهد 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 الإعادة من أكثر من زاوية، حل من قبل علي علوان. هنا التمريرة وراسية، يا الله، أتكلم عن الحلول، أتكلم عن الحل لدى علي علوان، وبالفعل تمريرة الأردني بالمقاس بالقلم والمسطرة على رأس مؤمل في ملعب دهوك. شاهد 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 تمريرة علي علوان، يا الله على التمريرة، أتكلم عن الحلول لدى علي علوان، وبالفعل كأنه سمع صوتي، كأنه سمع كلامي، ولعب الكرة بالمقاس على مؤمل عبد الرضا الذي انسل من خلف الدفاعات الأولانية، ووضع كرة التعادل في مرمى أربيل. إلى تيميروف الخطير، تيميروف إلى مصطفى قابيل، يا الله يا قابيل، يا الله يا قابيل، يا الله يا قابيل، يا الله، جول، هدف جميل ولا أروع. أي أسيست يا قابيل إلى معتز، كأنك بأربع عيون، كأن لديك كاميرا خلفية، أكيد يقبل الهدية من قابيل. أي هدية، أي هدية، مثلث الرعب الهجومي، تيميروف إلى قابيل، وقابيل إلى معتز، ومعتز وضعها في الشباك، صعب على محمد حميد، ولامست أيوب مودن وسكنت الشباك. نعم يا قابيل، نسبة كبيرة من الهدف بصمود الرجال داخل الملعب. الإكوادوري بالأراضي العراقية، عالية الكرة، جول الأنيق، يسجل الطلاب أول الأهداف. وحبيتك لقيتك مثل الجبل شامخ، طلابي ويا عشقك جنن الناس، طلابي ويا عشقك جنن الناس. نعم اي نعم، سيف رشيد يبصم على اول اهداف اللقاء بصناعة اكوادورية، بصناعة اكوادورية من داريو فابيان، يسجل من خلالها الانيق اول اهداف اللقاء، اول اهداف اللقاء.
تركيز عالي. سايمون ماسوفا وأحمد بشار ماسوفا. الله 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 الله. عندما يتكلم التاريخ، عندما تحضر العراقة. ذلك الآن النتيجة أصبحت هدفين مقابل لا شيء بالنسبة للطلب. تستمر والمصاعب إن صح التعبير على نادي دهوك. المباراة الرابعة من دون انتصار، الجولة الرابعة حتى اللحظة من دون نقاط، من اقليم كردستان حتى العاصمة بغداد من اجل التعويض وممكن هدف للتقليص. جول. حلقت صقور الجبال. نعم حلقت صقور الجبال. لا يتأثر الصقر بالعواصف. كريم درويش الخطة الذكية اللي لعبت بالمخالفة باللقطة الماضية، وهنا ما كذب خبر، وصل بالتوقيت المناسب وسجل كريم درويش هدف تقليص النتيجة. لم ينظر إلى المرمى فهو يعرف طريق المرمى جيدا وسجل هدف للتقليص. الله 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 على صقور الجبال دهوك. من جانب عبد المجيد الحسين علي العرضية تصطدم بالزحمة الدفاعية، يفضلون الرمية أو الاحتفاظ. نعم ممتاز يحتفظ بها، ولكنها تعاد كالعادة لفائدة الشرطة. خطيرة. الله الله الله. بسيناريو المباراة الماضية، بسيناريو القيثارة، تعزف السيمفونية، يعزف اللحن الأول بألحانهم بقيادة الموسيقار، بقيادة الفنان، بقيادة الفرعون مؤمن سليمان. الهدف الأول في الربق الأخير أحمد يحيى هو من فك الشفرة، هو كلمة السر، هو من يلفظ كلمة الانتصار لمصلحة القيثارة. الله. بعد صمود أكثر من 93 دقيقة بمحاولات مستمرة. الله بس حدثني على الأسيست، على التحضير، على التمرير. مشاهدينا الكرام، نعم بصناعة بأسيست خرافي خالد من جانب محمد داود. أجمل من الهدف وأغلى من الهدف وأغلى من الذهب أيضا. تبقى المحاولة لزاخو، باحث ضاغط. بداية المباراة، البداية القوية بالنسبة للقبصان الحمراء. عالية ديبوتي. جول. ديبوتي أعلنها ديبوتي. أطلق العنان وأطلق الأفراح على المدرجات. ديبوتي بكرة أولى بهدف أول، بكرة أولى بهدف أول. هذا ديبوتي. جول لأبناء الخابور. شوف أورينها بكرة عرضية عالية. الله 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 على الكرة، الله على الضربة الرأسية، عليه الحالة السليمة. هنا التسديدة، هنا الكرة في قلب المرمى، في وسط المرمى، ليتقدم زاخو بهدفين مقابل لا شيء. لاعب يتحرك في كل أرجاء الملعب. شيركو بتنفيذ مباشر. جول ثالث فعلها شيركو بمساعدة المدافع. هدف ثالث لأبناء الخابور، هدف ثالث لزاخو. اي نعم هدف ثالث. وافرحي يا انصار زاخو، افرحي يا انصار ابناء الخابور بهذا التقدم بثلاثية في الدقيقة 44. الكرة تأتي من شيركو كريم، أبعدها حارس المرمى، ولكن اصطدت بالمدافع وعادت إلى المرمى لتسكن الشباك، ليسجل الثالث
ليتقدم بالثالث. هكذا كرة القدم عندما تكون الأمور. وبالتالي كريستيان الصربي توجست من خلال هذا اللقاء جول الله 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 الله. أمجد عطوان، الله يا أمجد، الله على أمجد عطوان مع انطلاقة الشوط الثاني، مع بداية الشوط الثاني، مع بداية قوية. والدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني سجل أمجد عطوان هدف جميل بتسديدة رائعة، بتسديدة ولا أروع بظاهر القدم اليمنى. سجل أمجد عطوان الهدف الرابع. رباعية زاخولية. الله 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 على كرة الرابع، الله على الهدف الرابع. الكرة اصطدت بالقائم وبعد ذلك تسكن الشباك. أيمن الصفاقسي على التنفيذ. أيمن قدام وجول جول 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 جول. أيمن يسجل أول أهدافه هذا الموسم من ركلة جزاء بالدقيقة 9 من عمر المباراة. أيمن الصفاقسي يسجل أول الأهداف في هذا اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 9 أمام هذا الجمهور اللي قادم من محافظة ديالى ويمن الزلفاني الهادي والطامح للعودة بعلامة كاملة وتصدر ترتيب دوري نجوم العراق. شوف قدم أيمن وسجل أول أهداف المباراة من ركلة جزاء بالدقيقة 9 من عمر المباراة راح تحلو بعد أن سجل أول أهداف المباراة. الهدف اللي يحمل رقم 87 هذا الموسم. ميدراندا يحاول يسدد من بعيد وبسيطر عليه الحارس خطيرة وجول. فونيك يعادل الكفة بالدقيقة 22 من عمر المباراة. كرة ترتد من علي فيصل، كرة سددها اللاعب ميدراندا سددها، ارتدت من الحارس، اللعبة للمرة الأولى، ارتدت المرة الثانية وأكملها فونيك اللي يسجل هدف الشخص الثالث بعد أن سجل في شباك الموصل. والنجف يسجل هدف التعادل ويدرك التعادل في الدقيقة 21 من عمر المباراة. فونيك يدرك التعادل. شوف الكرة ارتدت، ما سيطر عليها علي فيصل، حاول علاء الدين، عادت مرة أخرى وأكملها اللاعب فونيك المتمركز تمركز سليم. اللاعب جوستن ميدراندا يسدد، علي فيصل ما سيطر عليها، ارتدت للمرة الثانية وإلى فونيك اللي يدرك التعادل بالدقيقة 22 أو 21 من عمر المباراة. 1 ديالى 1 الموصل في لقاء بدقائق بمنتصف شوط الأول مثير. على تقدم جول بالدقيقة 34. علاء الدين الدالي يعلن تقدم الموصل بالهدف الثاني من ركلة جزاء يسجلها.
عودة من جديد أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، وهذا في أحداث الشوط الثاني من مباراة نوروز أمام نادي أمانة بغداد. لمن التحق بنا الآن، الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي 0-0، على أمل أن نشاهد شوط ثاني يكون مختلف تماما عما شاهدناه في الشوط الأول. نتمنى أن نشاهد الأهداف حاضرة، نتمنى أن نشاهد إثارة، نتمنى أن نشاهد إمتاع بأقدام اللاعبين في أحداث الشوط الثاني. حكم المباراة ليث فرحان، وهنا طبعا تبديل مع بداية الشوط الثاني. نولام مبيمبا يشترك بصفوف نادي نوروز. نولام مبيمبا المحترف الكونغولي. تبديلات مع بداية الشوط الثاني هي المدرب ولي كريم. صافرة بداية الشوط الثاني من أحداث مباراة نوروز أمام نادي أمانة بغداد لحساب الجولة الثامنة في الدوري العراقي موسم 2025-2026 في دوري نجوم العراق. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، ونوروز في هذا اللقاء الذي يبحث عن تعديل مساره من خلال هذا اللقاء بمواجهة أمانة بغداد أسود العاصمة. في المباراة في الشوط الأول شاهدنا بعض الفرص لفريق أمانة بغداد، وكذلك الحال بالنسبة لفريق نوروز. على أمل أن نشاهد شوط ثاني يكون مختلف، أن نشاهد إثارة. طبعا أيضا راوى يوسف اللاعب الذي سجل هدف على الزوراء في المباراة السابقة أيضا اشترك مع نولام مبيمبا المحترف الكونغولي في الشوط الثاني. كرة من هناك لمصلحة نوروز. حسن نشاهد هدف مع بداية الشوط الثاني. هذه تسديدة أرضية خطيرة ومخادعة لحارس المرمى، كادت أن تفاجئ حارس المرمى وسام علي وتهز شباك أمانة بغداد. هذه الكرة الأرضية، هذه الكرة الماضية، وهذا طبعا التهديد الأول مع بداية الشوط الثاني بكرة كانت خطيرة على مرمى أمانة بغداد. نوروز يعني نتحدث عن كلا الفريقين، ماذا قال المدربين ما بين الشوطين للاعبين. هسه نشاهد شوط ثاني يكون مختلف. نحن نتمنى أن نشاهد مباراة جميلة مثيرة، لا يهمنا من سينتصر، المهم أن نستمتع مع المشاهدين بأحداث دورينا وبأحداث هكذا مباريات جماهيرية هنا في ملعب نوروز. في هذا اللقاء مع المدرب أحمد خلف في المباراة الأولى له مع نادي أمانة بغداد. كرة من جديد لمصلحة أمانة بغداد لكنها قطعت، عادت لمصلحة نوروز. صافرة موجودة، خطأ يأتي لمصلحة أبناء السليمانية، لمصلحة نادي نوروز. كرة لعبت من جديد. طبعا نتحدث عن أمانة بغداد اللي طبعا تم فسخ العقد بالتراضي مع اللاعب الجزائري سفيان فيغوري، وكذلك الحال بالنسبة للاعب التونسي الآخر حمدي العبيدي، وفسخ العقد بالتراضي مع نادي أمانة بغداد. وبالتأكيد نادي أمانة بغداد يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية من خلال هذا اللقاء. رمية جانبية لمين ساماتا، هذا المحترف من جامبيا، يلعب الكرة أمامية بالراس، مرت إلى خارج أرضية الميدان، هذا راوى يوسف اللي سجل هدف في مرمى الزوراء في المباراة الأخيرة في الجولة السابعة. أمانة بغداد وتاريخ طويل مليء بالتطورات والتغييرات بالاسم والهيكلة. أيضا حدث عن دوري المؤسسات في موسم، حدث في عام 58-59 أيام الدوري المؤسسات اللي كان طبعا بطل نادي أمانة بغداد. وتحدث عن مدربين كبار دربوا طبعا أمانة بغداد، تحدث عن عمو بابا وحازم جسام وأكرم أحمد سلمان يحيى علوان. فرحمة أسماء مميزة كانت مع نادي أمانة بغداد. لكن هذه كرة خطيرة لمصلحة أسود العاصم، ولكن الصافرة ومخالفة وخطأ يأتي لمصلحة نوروز.
واعتراض من جبار كريم على هذه الكرة وعلى هذه الحالة. في الكرة الماضية لاحظ هذه الكرة وبالتأكيد كانت فيها مخالفة، وجبار كريم استلم الكرة لف ودار وسدد كرة وتسب حكم مباراة مخالفة لمصلحة نادي نوروز. كرة لمصلحة نادي أمانة بغداد. تحدث عن أسماء كبيرة كانت في القيادة التدريبية لنادي أمانة بغداد، أيضا ناصر جكو، وأيضا من الأسماء كلاعبين أيضا تحدث عن صفاء هادي، علي عدنان، اللي كانوا يلعبون مع نادي أمانة بغداد. يبحث أمانة بغداد عن تحقيق إنجاز من خلال هذه في هذا الموسم أو في المواسم القادمة. كرة من هناك لمصلحة نوروز، لعب كرة عالية أمامية بالرأس ولكن أبعدت. كرة لا زالت خطيرة داخل منطقة الجزاء لمصلحة أبناء السليمانية، تسديدة ولكن الكرة أبعدت. ومعها هنا هجوم مرتد، الهجوم المعاكس السريع لمصلحة زيدان، لمصلحة أمانة بغداد. هسه نشاهد هدف ما يأتي في الشوط الثاني، ولكن هنا الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت بأمان والسلام على مرمى نوروز. مرت عليك يا زيدان عبد الجبار. في الشوط الأول شاهدنا سدد كرة كانت جميلة ورائعة جدا في الشوط الأول، ولكن مرت بأمان وسلام. في الشوط الأول كانت تسديدة رائعة وجميلة تصدى لها ببسالة حارس مرمى نوروز. هنا يأتي لمصلحة أصحاب القمصان الحمراء أبناء السليمانية يبحثون في الشوط الثاني، ولكن الكرة قطعت، عادت لمصلحة أمانة بغداد. في هذا اللقاء البحث لا زال مستمر عن هز الشباك. هل ستنتهي هذه المباراة في التعادل السلبي؟ نشاهد ونتابع هذه الكرة لمصلحة جبار كريم على جهة اليمين، محاولة المرور داخل منطقة الجزاء، سدد كرة باليسار ولكن تفتقد إلى الدقة. كانت قوية وكانت فكرتها بالتسديد المباشر نحو المرمى، ولكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. جبار كريم يبحث عن تسجيل هدف في هذا اللقاء. هذا الرجل الذي سبق وأن سجل لمصلحة نادي أمانة بغداد يبحث عن هدف آخر. لاحظ هذه الكرة الماضية، الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. جبار كريم اللي طبعا لديه هدف وحيد سجله على نادي الطلبة. بالنسبة لنادي أمانة بغداد اللي طبعا سجل 6 أهداف لغاية الآن. كمال القرع المغربي سجل هدفين على نفس الميسار، وفلافيو هنريك برناندو سجل هدفين، وزيدان سجل هدف، وجبار كريم سجل هدف. هذه هي طبعا أهداف أمانة بغداد في هذا الموسم. وكرة الآن لمصلحة عباس ياسين اللي سبق واللعب لأربيل. مخالفة تأتي لمصلحة أمانة بغداد. نادي أمانة بغداد يبحث من خلال الشوط الثاني أمام هذه الجماهير التي حاضرة وتشجع وتؤازر وبشغف وحماس كبير، وتتأمل أن يعود نوروز من جديد كما كان نوروز. هذا الفريق الذي ظهر بشكل مفاجئ في دورينا. كانت طبعا نتحدث عن نوروز اللي طبعا كان اسمه آزمر، وبعد ذلك تم تغيير اسمه إلى نوروز في عام 2001 بعد دمجه مع نادي شاربازير. ولكن كرة هنا لمصلحة نوروز داخل منطقة الجزاء، هنا خطيرة والإبعاد يأتي من المحترف الجامبي لمن سامتا، يبعد الخطر عن مرماه إلى خارج أرضية الملعب. كانت خطيرة جدا لمصلحة نوروز. ممكن نوروز أن يسجل مثل هكذا كرات مع هذه الجماهير التي تواصل التشجيع والمؤازرة بشغف وحماس كبير بالنسبة لجماهير نوروز. بينما هنا ركنية محمد رضا على التنفيذ. هذه الركنية الآن لمصلحة أبناء السليمانية. هل يهزون الشباك؟
هل يبدأون انطلاقة الدوري من جديد بانطلاقة مختلفة؟ بالتأكيد ليست 3 نقاط فقط، هي انطلاقة مهمة مع عودة دورينا. هذه الركنية لعبت عالية للأمام، ولكن الإبعاد هنا تسديد. الله على نوروز. نوروز خطير، نوروز ممكن أن يسجل. هذا هنا كرة لمصلحة نوروز على جهة اليسار. نوروز يبدأ في الشوط الثاني بضغط، ولكن كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. نوروز ممكن إذا استمر في الضغط ممكن أن يسجل، ممكن قد نشاهد هدف. هذه الكرة الماضية وهذه الركنية والإبعاد. بعد ذلك التسديدة كانت من هيران آزاد، ولكن مرت بأمان. هنا الإبعاد ببسالة وشجاعة من وسام علي، وهنا التسديدة من هيران آزاد، ولكن التصدي حاضر من دفاعات أمانة بغداد. أمام هذا الرجل ولي كريم، هذا المدرب، مدرب نادي نوروز الذي درب كركوك والكرخ والاتصالات والبيشمركة والكهرباء وأندية أخرى والنجف أيضا، وعاد لنوروز لكي يعود نوروز من جديد. ولكن هذه كرة ولمصلحة أمانة بغداد، هذه كرة خطيرة. هنا تسديده على تسديدة قوية كانت لمصلحة نادي أمانة بغداد، كانت من محمود أحمد. محمود في الكرة الماضية أراد أن يجرب حظه من مسافة بعيدة، ولكن مرت إلى خارج أرضية الميدان، خارج أرضية الملعب، بعيدة تماما عن الخطر. عادت لمصلحة نوروز محاولة صناعة فرصة جديدة من الخلف والتقدم فيها بعد أول 10 دقائق مرت من الشوط الثاني. نوروز شاهدناه وصل وكان خطير وكان ممكن أن يسجل، ممكن قد يسجل في هذه الكرة. هذه محاولة خطيرة. نعم، الشعور بالهدف ليس بعيدا كاد أن يسجل نوروز في هذه الكرة، ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب هذه الكرة وهذه الدربكة الدفاعية، ولكن إبعاد ناجح من مدافع نادي أمانة بغداد في الكرة الماضية من عباس ياسين إلى خارج أرضية الميدان إلى ركنية أمام هذا البرازيلي كلاوديو أوليفيرا الذي يبحث عن كرة، يبحث عن فرصة، يبحث عن محاولة، يبحث عن كل شيء لكي يفرح جماهير نوروز الحاضرة في مدرجات الملعب. وهناك أيضا عملية فحص للحالة هل وجود ركلة جزاء، ولكن المتواجدون في غرفة الفار أعطوا قالوا لك كومبليت اكمل، والكرة الآن في ركنية لمصلحة نوروز. هل سنشاهد هدف يأتي في مصلحة نوروز من خلال الشوط الثاني في مباراة تبدو مثيرة، تبدو وكما كنا نتوقع في الشوط الثاني. قد نشاهد إثارة، قد نشاهد شيء جميل في الشوط الثاني بالنسبة لنوروز الذي يواصل باستمرار أن يهز شباك أمانة بغداد. بالتأكيد مباراة صعبة، مباراة مثيرة أمام جماهير نوروز التي عودتنا على شغفها وحضورها الجميل والبهي في ملعب نوروز. هناك ركنية لمصلحة أصحاب القمصان الحمراء، لمصلحة أبناء السليمانية. هل سنشاهد هدف يأتي ويغير الأمور، يحرك المدرجات وكل من يتابع هذه المباراة خلف الشاشات؟ بالتأكيد واحد من المباريات المهمة في هذه الجولة، المباريات المنتظرة. ولكن هناك مهاجم جديد سيشترك بعد قليل هو مروان حسين. هنا ركنية تأتي لمصلحة نوروز بركنية عالية، والإبعاد يأتي من دفاعات أمانة بغداد. كرة من هنا يحاول فيه، يا سلام على مرور هيران آزاد بالمهارة، مر بكرة عرضية أمامية، ولكن الكرة أقرب بإحضان حارس المرمى وسام علي. وهذه الكرة كانت من هيران آزاد، وهناك تبديل مروان حسين مع غايتان لوامبا المحترف الفرنسي. سيشترك
بعد قليل بصفوف نوروز. هذه الكرة الخطيرة، نوروز قريب، نوروز ممكن أن يسجل، ممكن يعني جدا أن نشاهد نوروز يحرك الشباك في الشوط الثاني بالتأكيد أمام جماهيره وفي ملعبه. ينتظرون يتأملون أن يشاهدون بداية مختلفة لنوروز في الشوط الثاني. هذه كرة لمحمد رضا، هذه خطيرة لأبناء السليمانية. محمد دلاور بعرضية خطيرة أمامية ولكن الإبعاد. الله عليك يا لمين سماته وإبعاد الخطر. الكرة مرت من هناك إلى رمية جانبية. الله على هذه المباراة. الآن نتمنى أن يستمر هذا الرتم، نتمنى أن نشاهد هكذا مباراة تستمر طيلة دقائق المباراة، ولكن هناك تبديل. خروج 21-11، خروج هيران آزاد. هيران آزاد سيغادر وغادر مع محمد رضا. مع محمد رضا أيضا غادر، واشترك مروان حسين وغايتان لوامبا. غايتان لوامبا المحترف الفرنسي، غايتان لوامبا المحترف الفرنسي اللي هو طبعا قادم من نادي سامسون سبور التركي. لديه هدفين على الشرطة وعلى الكهرباء، ولكن كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت على آسو رستم. وأيضا هناك حالة تسلل في الكرة الماضية. ولي كريم مستمر بإعطاء التوجيهات والتعليمات. هذه الكرة اللي كانت أمامية وهذا الاستلام الرائع من آسو رستم، ولكن لم يكتمل في الكرة الماضية، لم يكن دقيقا يا آسو رستم. والتجربة في الدوري الكويتي وأيضا مع منتخبنا الوطني. حدث عن الأسماء المميزة بصفوف نوروز مع غايتان لوامبا. بالتأكيد مدرب ولي كريم يفكر بمحاولة لنادي نوروز في الشوط الثاني، حاولت يعني تصحيح المسار في الشوط الثاني واعطاء زخم هجومي اكبر لنوروز من خلال ما شاهدناه. يعني نتحدث عن راوا يوسف ونولان بمبيمبا الكونغولي مع مروان حسين وغايتان لوامبا، اسماء هجوميه بصفوف نوروز. والمدرب ولي كريم يحاول يدفع فريقه الى الامام، ولكن امانه بغداد خطير جدا. اوه على امانه بغداد، كان خطير في الكره الماضيه. امانه بغداد ممكن ان يفاجئ نوروز بهدف، كل شيء وارد في هذا اللقاء لغايه الان. نشاهد مباراه نتمنى ان تستمر بهذه الاثاره. مرت الى تماس لمصلحه نوروز. تقي فلاح مدافع اليسار بصفوف نوروز. هذه الكرة كانت خطيرة جدا، يعني لم تجد متابعة من مهاجمي أمانة بغداد، وكان بالإمكان أن نشاهد هدف، ولكن نوروز قد يسجل هدف. هذه الكرة الله على نوروز، خطير جدا على هز الشباك، على تحريك المدرجات، ولكن كرة مرت في الأخير إلى خارج أرضية الملعب. نعم يا آسو، نعم يا آسو رستم الذي سجل 3 أهداف ويبحث عن هدف الرابع من خلال هذا اللقاء. هذه الكرة ولكن الكرة مرت من هناك إلى خارج أرضية الملعب. هل فيها ركنية؟ هل سماته أبعد الكرة الماضية إلى خارج أرضية الميدان إلى ركنية؟ نوروز يتواصل، نوروز يستمر بالضغط، محاولة أن يسجل هدف، محاولة يعني استثمار هذا الضغط الجماهيري. هذا الضغط مهم جدا لنادي نوروز، يحاول أن يستثمر هذا الحضور الجماهيري، وهكذا توقيت. وبالتأكيد الضغط كلما زاد يولد أخطاء، وقد نشاهد هدف من هكذا أخطاء قد يرتكب أمانة بغداد، وبالتأكيد كذلك الحال لأمانة بغداد، ممكن أن يسجل. كمال القرع الآن الورقة الهجومية يدفع بها المدرب أحمد خلف في هذه الكرة الماضية والإبعاد. كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. سماتا يشكو من إصابة. سماتا هنا زيدان، نعم يغادر زيدان ويشترك المغربي، والكرة مرت
يشترك المغربي كمال القرع اللي لديه هدفين سجلها على نادي نفط ميسان، واحد من الأسماء المميزة. كمال القرع المحترف المغربي. شوف هذه الكرة الماضية مرت إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى لمصلحة أمانة بغداد. نشاهد التبديلات، يعني كلا المدربين يبحثون عن هدف، والأوراق الهجومية التي شاهدناها وسنشاهدها على كرة كانت خطيرة جدا لأمانة بغداد، والكرة أبعدت كانت من هذا المغربي. يا كمال، يا كمال القرع يبحث عن هدف الثالث. هذه الكرة كان مر من بين اللاعبين وسدد كرة باليسار، ولكنها بعيدة تماما، بعيدة تماما، بعيدة عن الأمنيات والتوقعات المدرب أحمد خلف. كرة من جديد لمصلحة نوروز، لمسات 1-2، محاولة صناعة فرصة جديدة، محاولة الوصول للمرمى، محاولة هز الشباك بالنسبة لنوروز من خلال هذا اللقاء. لعب كرة أمامية من هناك على جهة اليمين، ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. رائع جدا لغاية الآن ما نشاهده في هذا اللقاء في الشوط الثاني. الشوط الثاني أعتقد أجمل، أفضل مما شاهدناه في الشوط الأول لغاية الآن، مع الوصول للدقيقة 65 في أحداث الشوط الثاني من هذه المباراة لحساب الجولة الثامنة في دورينا. عندما يستمر تكون هناك في مباريات مثيرة، تكون فيها مباريات جميلة. أتمنى أن يستمر الدوري، أتمنى يعني استمرارية مهمة جدا في كل شيء. كرة من جديد عادت لمصلحة نوروز، عادت من جديد في وسط الميدان لمصلحة أمانة بغداد، ولكن التغطية الدفاعية حاضرة. عادت الكرة من هناك، عادت لمصلحة نوروز. هذا جايتان لوامبا المحترف الفرنسي القادم من نادي سامسون سبور التركي، الذي يشترك في الشوط الثاني في ورقة دفع بها المدرب ولي كريم. يبحث من خلال هذا اللقاء عن تعديل مسار المباراة وتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة. الكرة فيها مخالفة صافرة، والكرة لعبت بشكل سريع، عادت لمصلحة نوروز. هذا خطير، جايتان لوامبا وخطيرة مروان، والكرة مرت وأيضا فيها راية مرفوعة بوجود حالة تسلل. مروان حسين كان في موقف تسلل. مروان واحد من الأسماء المعروفة في دورينا اللي لعب مع الزوراء والشرطة، وأيضا مع حتى في نادي الخليج، وحتى احترف في الدوري الإيراني مع سبهان الإيراني، لعب النفط من الطلبة أيضا. شوف هذه الكرة الماضية، مروان حسين كان واحد من الهدافين المميزين بصفوف الشرطة سابقا في أحد المواسم. كرة أمامية، حالتين تسلل على نوروز، حالة تسلل واحدة كانت لأمانة بغداد. كرة من جديد لمصلحة أبناء السليمانية، لا زالوا يواصلون يبحثون من خلال دقائق هذه المباراة أن يسجل هدف. كرة من جديد لمدافعي نوروز، لمسات لمدافعي أبناء السليمانية. لولام ميمبا المحترف الكونغولي، لولام ميمبا لديه 8 مباريات دولية، وهذه خطيرة لمصلحة نوروز. الله، يا نوروز لا زال يستمر يبحث ويواصل، يريد هز الشباك، ولكن كرة مرت من هناك إلى خارج أرضية الملعب بكرة كاد أن يفاجئ بها دفاعات أمانة بغداد، وراد أن يكسر الخط الدفاعي، ولكن بتسديدة كانت من دلاور. الله 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 عليك يا وسام علي بتصدي رائع، وكرة رائعة للأمام لا زالت خطيرة. الله على البسالة الدفاعية، وفي الأخير وسام علي على نوروز بهذه الدقائق
كاد أن يسجل هدف، كاد أن يحرك الشباك، أراد هز المدرجات أيضا. هذه الكرة الرائعة، هذه الرأسية، وبعد ذلك بالراس كانت من البرازيلي. على كرة أبعدت من أمام خط المرمى، وفي الأخير مرت إلى خارج أرضية الملعب، وهناك عملية فحص للحالة هسه نشاهد فيها هدف. حكم المباراة ليث فرحان، والحوار والحديث مع المتواجدين في غرفة الفار فهد كريم ومحمد الرياض. هسه نشاهد فيها شيء مع اقترابنا للدقيقة 70، والتعادل السلبي لا زال سيد الموقف هنا في ملعب نوروز. ملعب صعب على كل المنافسين، ونوروز بالتأكيد دائما ما يستثمر الضغط الجماهيري وهذا الحضور الجماهيري والشغف لجمهور نوروز أمام هذا الرجل ولي كريم الذي يحاول تعديل مسار الفريق في هذا الموسم وفي هذا اللقاء. كرة كانت، وهنا هل الكرة تجاوزت خط المرمى؟ هل الكرة مرت ووصلت؟ هذه الكرة الماضية، وهل غادرت؟ هل وصلت؟ هل اخترقت وعبرت خط المرمى؟ نشاهد ونتابع ماذا سيكون القرار. هل تجاوزت خط المرمى؟ هسه نشاهد هدف لنوروز في هكذا توقيت سيشعل المباراة، بالتأكيد سيجعل المباراة أكثر إثارة، سيجعل المباراة أكثر حماس. المدرب ولي كريم الذي تحدث عن الأزمة المالية وتحدث عن وضع الفريق في المؤتمر الصحفي، وبالتأكيد الأمنيات لولي كريم أن يعود بنوروز، وكذلك الحال بالنسبة لأمنيات جمهور نوروز. وحكم المباراة يشير إلى الاستمرارية، كان يمني النفس جمهور نوروز أن يسجل فريق هدف. هذا الرجل الذي لعب في كأس العالم للشباب عام 89 بالنسبة للمدرب ولي كريم، وهذه الحالة الماضية. كرة من جديد من هناك، عادت لمصلحة أمانة بغداد. هنا خطيرة، هنا فرصة، وهنا محاولة بهجوم معاكس خطير لمصلحة أسود العاصمة، ولكن الإبعاد والكرة في الأخير عادت لمصلحة أصحاب القمصان الحمراء. الشوط الثاني لغاية الآن نوروز أخطر وأفضل من خلال ما نشاهده في الشوط الثاني، ولكن كيف ستكون النهاية؟ هل يتمكن نادي أمانة بغداد من مفاجأة نوروز بهدف أمام هذه الجماهير؟ ممكن، كل شيء وارد، وأمانة بغداد لديهم إمكانيات. تحدث عن كمال القرع المغربي، واحد من الأسماء الجيدة بصفوف أمانة بغداد وقادر أن يسجل هدف. قادر. أمانة بغداد تحدث عن الأسماء المتواجدة، تحدث عن هنريك بيرناردو وجبار كريم، وأيضا الأوزبكي باختيار قاسيموف، هذا الواضح في الصورة الذي سيلعب الركلة الركنية، وأيضا كمال القرع الذي يشترك في الشوط الثاني. ولكن هنا الأوزبكي باختيار قاسيموف القادم من نادي طوقند الأوزبكي. كرة لعبت أمامية، ولكن الإبعاد يأتي من هاني شاكر إلى خارج أرضية الميدان. رمية تماس ويلاقي تصفيق من المدرب أحمد خلف إلى رمية تماس لمصلحة نادي أمانة بغداد عند محمود أحمد. كرة لعبت من جديد، أسود العاصمة يبحثون، أبناء العاصمة يبحثون عن نتيجة إيجابية. الأول في المباراة. الله عليك يا جبار كريم بكرة مفاجئة، يسجل الهدف في هذا اللقاء بكرة كادت وفاجأت حارس المرمى، سجل من خلالها جبار كريم الهدف الأول في المباراة.
جبار كريم يسجل ثاني أهدافه في هذا الموسم بكرة جميلة رائعة خادعة حارس المرمى، ليسجل أسود العاصمة أول أهداف اللقاء بكرة رائعة وجميلة. لاحظ هذه الكرة، وهذه الكرة استغل واستثمر تقدم حارس المرمى ليسجل أول الأهداف ويهز الشباك، ومعها يأتي تقدم نادي أمانة بغداد بهدف 1-0 الآن لمصلحة أمانة بغداد، لمصلحة جبار كريم الذي يسجل ثاني أهدافه في هذا الموسم بعد أن سجل في مرمى الطلبة، الآن يسجل في مرمى نوروز. هدف يعني يأتي عكس ما تشتهي السفن. جمهور نوروز الذي كان يتوقع ويتمنى ويريد أن يسجل نوروز هدف، لكن الهدف جاء عكسي لمصلحة أمانة بغداد، ولكن نوروز لا يستسلم، لا زال يريد أن يسجل هدف في هكذا توقيت، ولكن بالتأكيد المباراة صعبة، المباراة زادت إثارة. نوروز سيندفع للأمام، يريد معادلة النتيجة أمام أمانة بغداد الذي بالتأكيد سيعود للخلف، يريد الحفاظ على هذه النتيجة، يريد كسب انتصار، يريد تحقيق النقاط الثلاث. جمهور نوروز حاضر. هدف بالتأكيد يعني يعطي نوعا ما من الإحباط للاعبين نوروز، على عكس ما جاءت المباراة. كل الدقائق وكل الأمور كانت ذاهبة باتجاه نوروز، ممكن أن يسجل هدف، ولكن جبار كريم الله عليك يا جبار بنظرة واحدة نظرة إلى المرمى وضحى واستثمر تقدم حارس المرمى ليسجل من خلاله هدف لمصلحة أسود العاصمة. كرة من هناك مرت إلى خارج، نعم من الخارج أرضية الملعب، عادت من جديد لمصلحة نوروز. البحث لا زال مستمر، أبناء السليمانية لا يستسلمون، المباراة فيها إثارة في الدقائق القادمة، وأمانة بغداد بالتأكيد يريد الخروج بهذا اللقاء بالنقاط الثلاثة. نوروز أمس الحاجة إلى تحقيق انتصار أكثر من نادي أمانة بغداد. نوروز بوضع صعب في هذا الموسم، 7 هزائم متتالية لنوروز في هذا الموسم، بما فيها طبعا مباراة الكأس. كرة من جديد لمصلحة أمانة بغداد، جبار كريم جبار كريم سجل الهدف الأول مثل هكذا حالة، أراد أن يجرب حظ المرة الثانية ويفاجئ به حارس المرمى، ولكن كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. كرة رائعة وجميلة جدا مرت إلى خارج الميدان، ركلة مرمى لمصلحة أبناء السليمانية. بكرة أولى استثمر تقدم حارس المرمى هاني شاكر وسجل هدف. جبار كريم طبعا لمن يتذكر هو معروف بتسجيل الأهداف من مسافات بعيدة، سجل هدف لمصلحة كربلاء في أحد المواسم بهدف كان من مسافة بعيدة، لمن يتذكر ذلك الهدف. وبالتأكيد أمانة بغداد والأسماء المتواجدة لديه. كرة أمامية، أمانة بغداد يعني آخر مباراة فاز على الطلبة، واليوم يعني إذا فاز سيكون أمانة بغداد بوضع ممتاز، أن يفوز على الطلبة ثم يفوز على نوروز، سيصل إلى النقطة 12 ولديه 9 نقاط. حقق انتصار على فريق القاسم، وفاز على نفط ميسان، وفاز على الطلبة، واليوم هل سينتصر على نوروز؟ بينما نوروز الذي حقق انتصار وحيد كانت في الجولة الأولى أمام نادي الكهرباء. ولكن يعني نتحدث عن المواجهات التي جمعت الفريقين، يعني نتحدث عن آخر 4 مواجهات جمعت الفريقين. فاز نوروز في 3 مباريات، وفاز أبناء العاصمة في مواجهة وحيدة فقط، في مواجهة وحيدة. هل يتمكن أمانة بغداد أن يحقق انتصار ثاني على نوروز من خلال هذا الموسم؟
كرة من جديد، لمسات من هناك يحاول فيها ولكنها أقرب لدفاعات نوروز. لمسات، كرة من هناك مرت إلى خارج أرضية الملعب. تماس لمصلحة أمانة بغداد. هذا اللاعب الواضح في الصورة الذي حصل على البطاقة الصفراء في الشوط الأول. محمود أحمد، توجيهات لا زالت مستمرة لهذا الرجل الذي يقود المباراة الأولى له مع أمانة بغداد في هذا الموسم، أحمد خلف. كرة من جديد عادت لمصلحة أمانة بغداد. لمسات يحاول فيها أمانة بغداد الآن، يحاول كسب المزيد من الوقت لكي يتمكن من تحقيق الفوز في هذا اللقاء. كرة عالية وللأمام، هنا آسو على جهة اليسار لمصلحة نوروز. نوروز هل سيعود نوروز؟ وفي أيام بداية السنة الميلادية ونحن على مقربة من سنة ميلادية جديدة بعد 8 أيام، 2026 على الأبواب. كل الأمنيات والدعوات أن يحفظ الوطن من كل سوء يا رب. كرة عالية للأمام داخل منطقة الجزاء لمصلحة نوروز، ولكن في الأخير مرت إلى ركنية لمصلحة نوروز. هذا البرازيلي كلاوديو أوليفيرا صاحب 31 سنة لعب كرة عالية وخطيرة بالراس. الله، أوه يا نوروز، خطير جدا مثل هكذا كرات. كاد أن يسجل في الكرة الماضية علي صالح بكرة رائعة جدا جاءت على المقاس بالراس، ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. جاءت من البرازيلي إلى علي صالح الذي سبق واللعب في كربلاء بكرة رأسية مرت إلى خارج أرضية الميدان. ونظرة للمدرب ولي كريم، نظرة لهذا الفريق، نظرة لهذه المباريات، نظرة لنتائج نوروز في هذا الموسم. النتائج التي يعني عكس ما كنا نتوقع وعكس ما تريد جماهير نوروز، والكل يعرف يعني الأزمة المالية في نادي نوروز ووضع نادي نوروز في هذا الموسم. نادي نوروز الفريق الذي يعني تأهل لأول مرة لدور النجوم في موسم 2021-2022، يعني هذا الموسم الخامس له على التوالي في دور النجوم بالنسبة لنادي نوروز. هو طبعا يعني تأهل وصيفا للصناعة في دور الدرجة الأولى في ذلك الوقت الممتاز حاليا، وصل إلى دور النجوم، وكما قلت هذا الموسم الخامس له على التوالي في دوري النجوم، ويحاول أن يعدل مسار للفريق. ولكن أمانة بغداد عرف كيف يسجل بخبرة جبار كريم بكرة كانت رائعة وجميلة، وضحى وحارس المرمى كان متقدم وسجل من خلالها هدف التقدم لمصلحة نادي أمانة بغداد. أمانة بغداد فريق الذي يعني ضم بصفوفه في بداية الموسم سفيان فيغولي المحترف الجزائري المعروف. بالسلامة إن شاء الله للاعب نادي نوروز، وجماهير تشاهد المشهد، تنظر إلى المباراة، تراقب وضع فريقها في هذا الموسم. والخسارة يعني اليوم ستكون الثامنة على التوالي لنوروز لو جاءت، وفوز وحيد فقط كان في الجولة الأولى على الكهرباء، و3 نقاط فقط يعني كانت لمصلحة نوروز في هذا الموسم لغاية الآن. لكن أمانة بغداد المتقدم بهدف، هل سيحقق انتصار
أم لنوروز كلمة في الدقائق الأخيرة لصاحب الدار الذي لا يريد الخسارة في مباراة اليوم. كرة لمصلحة أمانة بغداد. هذا محمود لعب كرة أمامية للأمام خطيرة جبار كريم لا يعرف الرحمة. جاءت له فرصة وحيدة سجل بإتقان وهز شباك نوروز. كرة عادت لمصلحة أبناء السليمانية يبحثون في هذا اللقاء على ملعبهم أمام جماهيرهم. الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. تماس بتغطية ممتازة من محمود. عادت لنوروز. علي صالح من هناك. البحث لا زال مستمرا. لينولام بن بيمبا لعب كرة أمامية ولكنها طويلة لكنها بعيدة تماما إلى خارج أرضية الملعب. مرت على نوروز. وفي هذا الملعب الرائع والتحفة المعمارية الجميلة بشكله وجماهيره تستحق هذه الجماهير أن يعود نوروز من جديد. على الأقل يعني في المباريات القادمة ممكن جماهير تستحق، جماهير شغوفة ومحبة وعاشقة للساحرة المستديرة. ولكن كرة القدم كل شيء فيها والموسم طويل أيضا فيه إخفاقات. هناك فرق خسرت في الجولات الأولى لكن بعد ذلك عادت وغيرت المسار، وهكذا هي حال كرة القدم. طبعا كل فريق يمر بأزمة بوضع صعب تكون النتائج إجبارية، ولكن الفريق الذي خلف جمهور كبير لا بد أن يعود يوما أبدا. دائما الفرق الكبيرة، الفرق التي لديها جمهور دائما يساند الفريق، حاضر بالمدرجات، يواظب بالاستمرار والحضور والتشجيع والمؤازرة، لا بد أن يعود يوما ما إلى الفرق المتقدمة في جدول الترتيب. لكن هنا مخالفة وخطأ يأتي لمصلحة نوروز. هسه نشاهد عودة وكنا نتحدث عن العودة، ولكن وسام، الله عليك يا وسام علي، يتصدى في الكرة الماضية. ولي كريم ونظرة على وتوجيهاته مستمرة، هو حريص كل الحرص على الفريق وعلى ما يشاهد في هذا الفريق. خسارة من أمام البحري في بطولة كأس العراق. ولكن نتحدث عن آخر مواجهة جمعت الفريقين بين نوروز وأمانة بغداد، كانت هنا في هذا الملعب. آخر مواجهة فاز نوروز ب3 أهداف لهدفين. هذه آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت هنا في هذا الملعب، انتهت بفوز نوروز ب3 أهداف لهدفين. كانت طبعا في نيسان العام الماضي 2024. سجل في وقتها طبعا لنوروز أحمد خالد وكلاوديو أوليفيرا المتواجد اليوم وإيفياني لنوروز. طبعا أحمد خالد وإيفياني غير متواجدين، فقط متواجد كلاوديو أوليفيرا. وسجل لأمانة بغداد، وسجل لنادي أمانة بغداد فلورنت ديدر وأرنست تيري. كل الأسماء غير متواجدة، فقط كلاوديو أوليفيرا اللي طبعا سجل في وقتها لمصلحة نوروز في آخر مباراة كانت هنا في هذا الملعب، اللي انتهت بفوز نوروز ب3 أهداف لهدفين. هذه الكرة واللاعب البرازيلي كنا نتحدث باسمه كلاوديو أوليفيرا. بالتأكيد وضع متوتر للاعبين نوروز أن يخسرون في هذا اللقاء بعد عودة دورينا. كلاوديو أوليفيرا البرازيلي القادم من نادي ديبا الحصن الإماراتي، لديه أسيست
ضد نادي الكهرباء، ولكن كرة من هناك لمصلحة أمانة بغداد. حسن يشاهد هدف ثاني يريح أعصاب المدرب أحمد خلف، ولكن الكرة كانت فيها حالة تسلل. هناك تبديل، مصطفى ناظم الرجل الخبرة سيشترك بهذه اللحظات لمصلحة أمانة بغداد. مصطفى ناظم وخبرة كبيرة مع المنتخب الوطني، الرجل الذي صاحب 32 سنة. تحدث عن مصطفى ناظم اللي سبق واللعب للنجف وللجوية ولأربيل ولعب أيضا لنفط الوسط. يغادر هنريك برناردو، يغادر يشترك مصطفى ناظم، والخبرة لهذا الرجل مع المنتخب الوطني. يعني آخر بطولة كان على ما أتذكر يعني بالنسبة لمصطفى ناظم كانت في بطولة كأس الخليج التي أقيمت في البصرة، وذلك العرس الكروي الذي لا ينسى. كرة من هناك يغير اتجاه اللعب لمصلحة نوروز، من هناك عالي أمامي، الله ضاعت عليك، ضاعت عليك يا لوامبا. هذا البديل من برازيلي إلى فرنسي، وكرة ضاعت، كرة ضاعت كانت بالإمكان لمصلحة نوروز، ولكن الكرة مرت بأمان وسلام على مرمى أمانة بغداد. كرة مرت، وحكم المباراة ليث فرحان أضاف 8 دقائق كوقت بدل ضائع على أحداث الشوط الثاني. كرة من هناك على جهة اليمين لمصلحة نوروز، خلاص آخر 8 دقائق متبقية على نهاية هذا اللقاء. هل سيعود نوروز ويعدل النتيجة ويعدل الكفة ويغير مزاج الجمهور الحاضر، هذا الجمهور الذي يمني النفس أن يعود نوروز؟ بالتأكيد دوري صعب والفرق تتحضر، ونتمنى الاستمرارية لدورينا. كرة من هناك، كرة كانت غادرت إلى تماس، وولي كريم هذا الرجل ونظر على المباراة، مدرب الذي استدعى منتخب وطني في أحد الفترات. بالنسبة للرجل ولي كريم يعني هو كان لاعب أيضا، لعب للجيش وللطيران وأيضا للطلبة والنفط، وأيضا طبعا كان له يعني تجربة احترافية حتى في الخارج. أنا أتحدث عن المدرب ولي كريم في الجزائر مع مولودية باتنا وشباب باتنا، وأيضا جيل تبسة البطاقة الصفراء. كرة من جديد من هناك يحاول، مرت إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لمصلحة أمانة بغداد. جبار كريم يشكو من إصابة، بالتأكيد أمانة بغداد متقدم بهدف، ويحاول يعني الكسب مزيد من الوقت لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم. طبعا في بطولة كأس العرب الأخيرة التي أقيمت في الدوحة كان هناك تجربة لقانون كل لاعب يسقط على أرضية الملعب ولا تكون هناك قرار إداري صفراء أو حمراء على اللاعب المنافس، يكون اللاعب يغادر أرضية الملعب ويكون فيه إيقاف دقيقتين حتى يعود للمباراة. بطاقة صفراء تأتي على ميرسيتش الصربي، يتلقى البطاقة الصفراء بهذه الدقائق على ميرسيتش، يحصل على البطاقة الصفراء المحترف الصربي
جبار كريم. ممكن قانون ينظم الكثير من مثل هكذا حالات كما شاهدنا وذكرنا في بطولة كأس العرب الأخيرة. جبار كريم يغادر ويشترك بصفوف نادي أمانة بغداد إبراهيم حميد. إبراهيم حميد يشترك ويغادر جبار كريم. يغادر جبار كريم، لاعب الذي سجل هدف المباراة الوحيد لغاية الآن. كرة على جهة اليسار، تقي فلاح، آسو عالية أمامية، كرة لا زالت، عادت من جديد الكرة وبعدت، عادت من هنا لمصلحة نوروز. لا زال البحث مستمرا في الدقائق الأخيرة والدقائق الأربعة الأخيرة المتبقية من الوقت البدل ضائع، والتقدم بغدادي بهدف سجل عن طريق جبار كريم. ولكن نوروز في نهاية هذا اللقاء يريد العودة، لا يريد الخسارة، وجماهير محبة، جمهور شغوف. هذه كرة أمامية لمصلحة المغربي كمال، ولكن فيها حالة تسلل، راية مرفوعة. هذا المغربي كمال القرع، واحد من الأسماء الجيدة بصفوف أمانة بغداد. واضح جدا هذه الكرة وحالة التسلل على المغربي. كرة من هناك، يحاول، كرة مرت لمصلحة نوروز. من هناك على جهة اليمين أبناء السليمانية يسعون ويبحثون من خلال هذه الكرة. كرة من هناك، لا زالت، يحاول يبحث من هناك لمصلحة أمانة بغداد، يحاول المرور. الله، هذه كرة خطيرة لمصلحة المغربي كمال القرع. والمغرب يوم أمس حققت انتصار في مباراتها الأولى في بطولة كأس أفريقيا. كرة من جديد من هناك لمصلحة نوروز على جهة اليسار، يحاول لعب كرة للأمام ولكن الصافرة موجودة. خطأ يأتي، خطأ، هذا طبعا لديه بطاقة صفراء. حيدر سالم، هنا مخالفة لمصلحة نوروز. من جديد تقي فلاح يبحث عن نجاح في نهاية هذا المطاف وفي نهاية هذا اللقاء. والكرة مرت من هناك إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. نوروز أبناء السليمانية لا يستسلمون، يواصلون يبحثون في الدقائق الأخيرة. حسن وشاهد هدف التعديل. الكرة عالية أمامية خطيرة وبالراس وبعدت، عادت من جديد من هناك، عادت لنوروز. آخر الدقائق، آخر الثواني، والبحث لا زال مستمرا. كرة لعبت عالية وخطيرة، والكرة في الأخير مرت من الخبرة والقائد مصطفى ناظم، والكرة وبعدت إلى خارج أرضية الملعب. حقيقة في مباراة اليوم أبدع هذا الحارس وسام علي، قدم مباراة جميلة جدا بتصدياته كانت جميلة. أيضا كان هناك بسالة دفاعية لدفاعات أمانة بغداد، ولكن الكرة وبعدت من جديد. لا زالت لمصلحة نوروز، يريدون كسر هذا بالنسبة للخط الدفاعي لنادي أمانة بغداد. يحاول نوروز، هذا الصربي ميرسيتش. طبعا صربيا يعني فقدت التأهل بشكل رسمي للمونديال. إذن هذه هي صافرة النهاية أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان. تأتي صافرة الحكم ليث فرحان معلنة عن نهاية هذا اللقاء بانتصار لنادي أمانة بغداد بهدف على نادي نوروز. مبروك لنادي أمانة بغداد وهارد لك لنادي نوروز، إن شاء الله التعويض في المباريات القادمة. أيها الأحبة تقبلوا تحياتي يوسف جميل
كنت معلقا واصفا على أحداث هذا اللقاء، على أمل أن ألتقيكم في مواعيد رياضية قادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.